ماما جاي على بالي نروح المطعم ناكل رز فروج بالبشاميل. تكرمي ناكل رز وفروج بالبشاميل بس بالبيت. بدك تطلبي ديليفري؟ لا أنا بعملكن إياه. ليش بتعرفي؟ طبعا على طريقة مذاق. كملوا الفيديو لتتعرفوا على طريقة أطيب فروج بالفخارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ مذاق. اليوم احنا هنسوي فروج بالفخارة، أكلة طيبة وجديدة. نفرم 300 جرام صدر فروج مكعبات بهذا الحجم. بعدين نفرم بصلتين حجم وسط. بعدين نفرم قرنين فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر وشوية فطر. هلا بنتبل الفروج. بنحط نص ملعقة صغيرة كركم وربع ملعقة صغيرة زنجبيل وملعقة صغيرة بابريكا وثلاث أرباع ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة من البهار الأبيض والأسود وملعقة صغيرة كاري وملعقة صغيرة ثوم مهروس وملعقتين كبار خل وملعقتين كبار صويا صوص وملعقتين زيت زيتون. نخلطهم منيح لتختلط التبلة بالفروج. بنغطيهم بالستريتش ونتركهم منقوعين أقل شي ساعتين. بعد ساعتين بنحط طنجرة على النار ونحط فيها شوية زيت نباتي ونضيف الفروج. ما بنحركه ليبلش يتغير لون الأطراف. بنحركه تحريكة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتشوفوا باقي فيديوهات بالقناة وتعطونا رأيكم. بس استوى نص سوية بنضيف البصل. بنحركه بس دبل البصل ونضيف الفطر الفريش. نرجع منحرك ونتركهم عم نطبخوا ليدوب الفطر. هلا بنضيف الفلفل وبنحرك. بس دبلت الفلفلة شوي بنضيف الذرة نقلبهم تقليبتين ونطفي. نبدأ بتجهيز صوص البشاميل. بنحط ملعقتين كبار زبدة بس ذابت بنضيف ملعقتين طحين ومنحمصهم. بس خلصوا تحمير بنضيف كوبين حليب ومنحرك. بس بلش يتقل القوام بنضيف برشة صغيرة من جوزة الطيب مكعب مرقة الدجاج. هلا بنحط شحومة الفخار بصينية الفرن ونسكب الفروج اللي حضرناه. فوق صوص البشاميل والأخير الجبنة وعلى الفرن نحطه على درجة حرارة 180 ل10 دقايق وبكون جاهز. قدمناه مع رز
وطلعت أكلة تاكلوا أصابعكم وراها. جربوها وإن شاء الله راح تحبوها بالعافية. وشكرا لكل حدا شاف الفيديو وكملوا للأخير.